كتير يا ماما فجأة وقفت في دماغي ورا بعض. مستوعبة معايا؟ الممبار بالخلطة الجبارة النار، والمرة دي كمان قلياه من غير الاير فراير، قلياه في الزيت ازاي ما يشربش زيت ويبقى فكك وجميل. والفشة بقى بطريقة احلى عربيات في الشارع، والحلويات بطريقة تحفة تجنن، وكمان الكرشة معانا بطريقة كباب الحلة. حط لايك للفيديو، يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. لو انت مش مشتركه معايا في القناه، اشتركي في القناه، سبسكرايب، وكمان فعلي الجرس عشان تنزل لك فيديوهاتي على طول. ولو عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو. دي الفشه بقى طلعتها وحطها في طبق بميه كده تفك. ودي كمان الكرشه انا منضفاها قبل كده في القناه، حلوه جدا. واحط لكم برده في كلمه المزيد اللي في العنوان. وده بقى الممبار برده متنضف، احطه لكم في كلمه المزيد اللي في العنوان، الفيديوهات بتاعه تنظيفهم باستفاضه يعني. بصوا بقى، فككتهم طبعا، انا شايلاها متنضفه قشطه وغسلتها وصفتها. دلوقتي بقى نص حله كده مليانه ميه، وهحط الكرشه فيها تاخد غلوتين، وبعد كده هطفي عليها وهكب الميه ديت واصفي الكرشه بتاعتنا. شويه بقى زيت على سمنه وبصل كتير، وحط عليهم اقلبهم كده لحد ما يتبلوا شويه، واحط بقى الكرشه. وكده بقت الكباب الحله بتاعتنا، وفلفل اسود وحبهان ولورا مطحونين وبهارات لحمه على طرف المعلقه والميه، واسيبهم بقى يستووا. وفي الاخر خالص هحط الملح. دي بقى الخلطه الجباره النار بتاعه الممبار بتاعنا. معايا هنا طماطم مش ضرباها قوي، ما تبقاش عصير، ضربتين كده في الكبه. ومعايا بصل كتير متداري تحت الخضر على فكره، حوالي 4 5 بصلات على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، ومقطعاهم قطع. القطع تبقى وسط. ومعايا بقدونس وخضره، بقدونس، شبت، كل اللي انت عندك. وهحط كمان دلوقتي بقى كزبره ناشفه، حط فلفل اسود وكمون اهو بالشكل ده، وحبهان ولورا مطحونين برضو، حاجة بسيطة كده على طرف المعلقة. لكن بهارات اللحمة هنحط معلقة كاملة كبيرة، وبابريكا، وممكن شوية شطة صغيرين. ونظبط بقى الملح، ويلا بقى قلب يا جميل. رهيبة، بصوا الشكل اهو. نقلبهم بقى كلهم كده مع بعض، ونحط بقى الزيت بتاعنا كمية حلوة من الزيت. الطماطم اللي هي مش مضروبة قوي يا بنات، ديت بتخلي الممبار زي ما انا قايله في اول الفيديو بيبقى فاكك كده من بعضه. جربي انك تعملي الممبار بطريقه الني في ني، والله هتدمنيه. انا مجربه كل الانواع، ودي خبره بقى السنين. الممبار دوت من ايد اكبر شيفيهات ومن اكبر مطاعم بيتعمل ني في ني، بيبقى اطعم كتير، لان البصل بينزل ميته، والطماطم بتنزل ميتها تروح تفك مكانها جوه الممباره، فتروح تخليها فكه كده وخفيفه، وكمان تبقى مهويه يعني، تبقى مش محشيه مكبوسه جامد. هو ده الممبار الروعة. البصل بيبقى مسكر من كتر ما هو معمول ني في ني. دلوقتي بقى كمان شوية طماطم أنا عاملاها مفرزاها صلصة يعني في الفريزر ناعمة، يبقى أنا مستخدمة طماطم عاملاها صلصة عصير، وطماطم كتير عاملاها ضرباها في الكبة بس ضربتين 3، بحيث تبقى عبارة عن قطع، بتبقى حلوة جدا. لو انت بقى فاضية ممكن تقطعيهم كمان على ايدك. هحط كمان صلصة، وهحط كمان كيس كمان، يعني انا بالنسبه لي حطيت كيسين صلصه بس. وكده بقى الخلطه بتاعتنا التحفه ديت بقت تحفه جدا وجاهزه خلاص. قلبهم كويس قوي مع بعض. الريحه تجنن من دلوقتي. طريقه الني في ني جربيها، تحفه قوي في الطعم والجمال، واسهل ما يمكن واحلى طريقه. دلوقتي معايا كيس من الرز او كيلو من الرز المصري، غسلاه ومصفياه حلو، وهحطه عليه وبس كده خلاص، وقلبته وهبدا احشي. بصوا الالوان، الالوان تفتح النفس بصراحه. هنا بقى بصوا، انا صورت لكم في نص كده الحشو، بس انا عاملاه لكم باستفاضه قبل كده. احط لكم الفيديو ده في كلمه المزيد، او اللي هي صندوق الوصف في العنوان، كلمه المزيد في العنوان هتلاقوها فيديو الممبار لوحده. بصوا بقى معايا هنا ازازه ميه معدنيه عادي، قطعاها كده بالنص. الممبار طبعا شطفاه وغسلاه كويس جدا بالملح والليمون، وممكن الخل، بس الخل اوعي تقعديه فيه كتير. احط لكم فيه صندوق الوصف، وانتوا شوفوا اللي انتوا عايزينه بقى.
بصوا بقى دلوقتي بنعبي نص الازازه بتاعه الميه المعدنيه. ممكن استخدم قمع، بس القمع هيغلبك قوي لانه بقه بيبقى صغير ومش هتقدري انك تنزلي فيه بسهوله. بملى كده نص الازازه بالمعلقه زي ما انت شايفيني، وبنزل باي عصايه عندك تخلعيها من الاسباتيولا اللي بتبقى من فوق او من اي حاجه يعني. دي عصايه عندي كده خشب، في اخرها معلقه سيليكون. تمام. دي خطيره جدا وبنزلها في تحفه بقى، بتبقى تحفه بصراحه. بصوا اهو فاضي خالص، ما جاتش الحته اللي وانا بقص بالمقص، وتقصي بالمقص الكميه الصغيره اللي انت عايزاها. وطبعا حلة على النار، لما تغلي نبدأ ننزل بالتدريج الممبار بتاعنا، وتحطي في الحلة بصلاية وطماطماية وممكن فصين 3 من الثوم وورق لورا وحبهان ولورا مطحونين، حاجة بسيطة كده، وفلفل اسود وملح وطماطمايه. تمام. دلوقتي بقى الفشه بتاعتنا غسلها كويس جدا، دي فشه خروف. بصوا فشه بالزور كده، غسلتها كذا مره وصفتها. حط عليها بقى شويه من الدقيق، ده اللي بيخلي الزفاره ما تقعدش فيها خالص، ودي الطريقه التحفه بتاعه الفشه، احلى طريقه بجد انا حبيتها. وشويه بقى ملح، وادعكهم في بعض كده على الناشف. نسيبهم 5 دقايق 10 دقايق مش كتير، وبعد كده هشطفها. اوعي تحطي خل على الفشه، الخل بيثبت الزفاره يا بنات، ما تحطيش خل على الفشه. احنا الخل ممكن بنحطه على الممبار عشان يبيض، لكن الفشه ما تحطيش عليها خل خالص. كمان الكرشه ما بحطش عليها خل، بحط عليها ليمون. تمام. تمام جدا. والكرش انا بنضفها وبعملها بطريقه الخميره الفوريه، احطه لكم برضو في كلمه المزيد، تحفه جدا كل الطرق دي. دلوقتي بعد ما انا شطفتها من الدقيق والملح، الفشه اهي معايا، قطعتها قطع كبيره. المقطع اللي بعده مش عارفه انا نسيت اصوره. هملى بقى الحله دي ميه واديهم غلوه على النار بكام فصين 3 من الثوم وبصله وطماطمايه وفلفل اسود وورق لورا. وبعد ما تتسلق وتستوي تماما، تاخد نص ساعه كده او 10 دقائق زياده، تاخد نص ساعه. وبعد كده الملحها ملح خفيف وتصفيها. دلوقتي بقى اهو قطعتها قطع شرايح وانزل بيها على الزيت اللي محطوط فيه كام قطعه من ليه الخروف، تحفه قوي. ودلوقتي حطيت عليها معلقه من الثوم المهروس اللي انا مفرزاه، احطه لكم برده في كلمه المزيد اللي في العنوان. شايفين ده من السنه اللي فاتت، انا ما فرزتش والله السنه دي حاجه، يقعد معاكي بالسنتين ابيض وزي الفل بطريقه حلوه جدا. شرايح بقى من البصل مقطعه جوليان، مش باينه برده ما صورتهاش. شرايح من البصل والثوم والفلفل الالوان او الفلفل الاخضر، واقلب يا جميل. الله على الجمال والالوان الحلوه. ما تنسوش لايك للفيديو واعملوا بقى الطرق دي والله هتدعوا له. بصوا بقى الجمال، بصوا الشكل. وممكن تقطعي عليها طماطم كده في الاخر، طماطميه صغيره وتقلبيها وتطفي على طول، اللي هي هتدي طعم تحفه. وادي الكرشه اللي احنا عاملينها كباب حله، يعتبر اجمل وصفات واجمل طريقه للحاجات دي. الكرشه بالطريقه دي احلى بكتير من اللي هي بالدمعه، بتبقى حلوه وما فيهاش زفاره، وبتبقى طعمها حلو قوي، ولونها الابيض يفتح النفس في الالوان الفاتحه دي. مع السلامه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.